القمة ولعت الدنيا والاهلي حسمها لصالحه، وضرب الزمالك ضربة موجعة هزت اركان نادي الزمالك بعد الهزيمة القاسية اللي اتعرض لها نادي الزمالك امبارح 2-1 بعد ما كان الزمالك متقدم. الجماهير في ثورة ومجلس الإدارة في حيرة واللاعيبة نفسهم مش طايقين الوضع، وفي أصوات بتطالب برحيل المدرب ولاعيبة كبيرة بتفكر تسيب الفريق. ايه اللي بيحصل جوه الزمالك بعد خسارة القمة، وايه مستقبل الفريق بعد الزلزال؟ خلونا نكشف كل الكواليس، بس اعمل لنا لايك للفيديو وتابع معانا الحلقة للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل. الاهلي يا سيدي لعبنا امبارح وقدر يكسب نادي الزمالك من غير مدرب، من غير باك شمال، من غير افضل 2 لعيبه في الدوري المصري اللي هو امام عاشور واحمد سيد زيزو، من غير سترايكر، بنلعب من غير حكام اجانب اصلا لان طاقم التحكيم كان ليفت. كل ده حصل والاهلي قدر يفوز في ظل مستوى الاهلي المتراجع الفتره الاخيره. وحط تحت الحته دي 100 خط. الاهلي كان رقم 15 في الدوري، كنا بنشبع تريقه من نادي الزمالك، وفجاه الاهلي ينتفض ويكشر عن انيابه في الدوري المصري علشان يكون رقم 3 في الدوري ومتاخر مباراه. يعني الاهلي يفوز مباراه كهرباء الاسماعيليه اللي هتلعب يوم السبت، يكون الاهلي الاول في الدوري. بعض الزملكاويه بيقولوا احنا خسرنا من الاهلي وما زلنا في الصداره. انت معاك حق، بس حط تحت كلمه خسرنا في الصداره حط تحتها خط مؤقتا. الزمالك متصدر الدوري مؤقتا، لكن الدوري خلاص اتحسم بنسبه 90% للنادي الاهلي. تعالوا نشوف الزلزال اللي حصل في النادي الاهلي والزلزال العكسي اللي حصل في نادي الزمالك بعد البطوله. الاهلي اول خبر اخده واول قرار اخده النادي الاهلي بالافراج عن مستحقات اللعيبه اللي تعاقبوا بيها بعد مباراه انبي ومباراه بيراميدز. الاثنين دول بيراميدز مستحقات اللعيبه اتخصم منهم 20% واتخصم 30% في مباراه انبي، وال50% تم فك تجميدهم امبارح بقرار من وليد صلاح الدين وتحت امر او تحت تاشيره الخطيب. تعال بس نشوف نادي الزمالك ايه اللي حصل فيه. انقلاب حقيقي في نادي الزمالك بعد المباراه الكارثيه، مباراه امبارح. الاهلي الشحات عمل كل الفوارق وعمل كل اللي المطلوب منه حقيقي. تعال بس نشوف اول خبر معانا النهارده، بس ما تنساش تعمل لايك واكتب لي في كومنت ايه رايك في مباراه امبارح. 3 من لاعيبه نادي الزمالك خلاص قرروا يسيب الفريق وبشكل نهائي بدون اي تدخل من الاداره. لازم تشوفوا حل لل3 لعيبه اللي هيسيبوا نادي الزمالك، لان الوضع مش هيكون افضل حاجه. تعال نقول اسماء ال3 لعيبه ونقول الشكوى اللي تقدموا وايه سبب الرحيل من نادي الزمالك. خوان الفيرا، شيكو بنزا، سيف الدين الجزيري. ال3 لعيبه دول قدموا شكوتين، شكوى في الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد المصري لكرة القدم، ونسخة طبق الأصل منها للاتحاد الدولي لكرة القدم. الشكوتين ضد نادي الزمالك لأنهم من بداية عقدهم ما أخدوش ولا دولار من نادي الزمالك، ودي حاجة مخالفة للعقد ومخالفة للنصوص اللي متعاقدين عليها، وهم بيطالبوا بفسخ التعاقد والرحيل عن نادي الزمالك. كده اول ضربه لنادي الزمالك، خساره 3 نجوم من لاعيبته، وخساره كبيره جدا جدا بعد ما الزمالك يعني عيشنا في دور البطوله وهو المتصدر وانا الاقوى وانا الافضل وانا، وسمعنا 100 مره ومليون مره انا، لدرجه ان لاعيبه نادي الاهلي كانوا عاملين مليون حساب للاعيبه نادي الزمالك، وفجاه ينقلب السحر على الساحر. الاهلي يفوز وبطريقه 10/10. عماد النحاس، انت قدرت تثبت امبارح انك افضل 100 مره من اي مدرب يجي الاهلي. عماد النحاس، انت هتدي الدوري للمدرب اللي جاي على طابق من ذهب، هتديله الدوري مؤشر. خلاص الاهلي تعاقد مع المدرب الدنماركي زي ما قلت لكم توماس بيرج، وبشكل رسمي هيكون في الاهلي لمده موسمين، وان شاء الله يكون في افضل من كده كمان. تعالوا بس نشوف الخبر الثاني. الخبر الثاني ان خلاص مدرب نادي الزمالك على صفوف انه يرحل من البطوله قبل مباراه غزل المحله. مباراه غزل المحله هي مباراه الفيصل بين اللعيبه وبين المدرب وبين اداره نادي الزمالك. خوان الفينا
وشيكو بنزا وسيف الدين الجزيري رفضوا يلعبوا اللقاء الا لما ياخدوا الفلوس بتاعتهم. ومدرب نادي الزمالك خلاص على اعتاب انه يرحل عن الزمالك بسبب سوء النتائج. طبعا هي مباراة كانت مباراة مهمة جدا جدا جدا، ولدرجة ان شفنا لعيبة نادي الزمالك بتدافع وعملت الغلطة اللي كل جمهور الاهلي مش بيحبها، لما الاهلي يبتدي بعد ما يسجل هدف يدافع. طالما انت سجلت هدف وبتدافع هتستقبل. لو تلاحظوا ان النادي الاهلي بعد ما سجل هدفين وكان بيقاتل عشان يوصل للمرمى، وشفناها في كرة ديانج. يا راجل ده حتى ديانج اللي نايم صحي امبارح. ديانج اللي نايم رقص نص لعيبه نادي الزمالك ووصل للمرمى، اداها مقشره لعمر كمال عبد الواحد وضيعها بكل سذاجه. تريزيجيه امبارح كان 10 على 10 وفي الفورمه. الشحات كان ولا اروع ولا اجمل من كده. كل اللعيبه كانت جميله جدا، لكن الحاجه اللي مضايقاني جدا هو حكم اللقاء. حكم اللقاء بناء على ايه؟ الكوره اللي خبطت في جسم لاعب نادي الزمالك وطلعت بره، بناء على ايه تعمل للكوره اسقاط ما تتعملش ركنيه؟ ليه الكوره ما اتحسبتش ركنيه وعملت لها اسقاط؟ ايه السر في كده؟ المباراه نفس الكوره بتاعت الاهلي لما محمد هاني تدخل، عدت الكوره وقلت لو الكوره مش هتكون ضربه جزاء شاورت انها هتكون ركنيه. ليه المباراه دي، ليه الكوره دي عملت لها اسقاط والكوره كانت في استحواذ النادي الاهلي وكانت واضحه جدا انها ضربه ركنيه، مش هنقول انها فيها شكوك. وانت بنفسك لما دخلت قلت ان الكوره خبطت في جنب اللاعب مش في ايده، فمعنى كده ان الكوره ركنيه يا كابتن. لكن سيزار جرادو امبارح كان تايه. كان الراجل ده ايه، جاي كده تحس انه جاي سايب دماغه في البيت، ما بيفكرش في اي حاجه خالص الا ان الزمالك يكسب اللقاء. وحسب ضربه جزاء مع ان ارتفاع رجل لاعب نادي الزمالك اعلى من رجل لاعب النادي الاهلي. والحركه اللي عملها ناصر ماهر وضرب لاعب نادي الاهلي بالرجل، ياسين مرعي او نبيل كوكا، واحد من الاثنين اللي ضرب في صدره بالرجل، ما حسبهاش اي حاجه، المفروض فيها طرد. استخدام المرفق من عبد الله السعيد ضد تريزيجيه ما حسبلوش اي حاجه. الكرات دي المفروض فيها طرد مباشر. استخدام المرفق وارتفاع القدم اعلى من اللازم، يعني اعلى من الحد الكوره، ما كانتش اصلا تحسب ضربه جزاء. ولما كمان حسبتها ضربه جزاء والشناوي صدها، رحت عدت الكوره وقلت قانون بيقول ان لعيبه نادي الاهلي تدخلت في اللقاء او تدخلت منطقه الجزاء قبل تسديد الكوره فالكوره تتلغي. طب ما نفس القانون بيقول لك ان لو لعيبه الفريقين دخلوا البوكس تلغى ضربه الجزاء، ما تلغاش، تتحسب سواء اتصدت او جت جول، طالما الاثنين لعيبه. بدايه كان دخول لعيبه نادي الزمالك في اللقاء، ونهايه دخول لعيبه نادي الاهلي ومحمد هاني خرجوا الكوره. وطبعا الكلام ده مش هيمشي مع الحكم اللي كان رابع في مباراه الاهلي وبيراميدز، خلوه حكم ساحه في مباراه الاهلي والزمالك. لكن الحمد لله مش هنحسب سيناريوهات ما حصلتش. الاهلي متصدر الدوري رسميا بعد الفوز على مباراه كهرباء الاسماعيليه، الاهلي هيكون المتصدر. اما تصدر الزمالك ده مؤقتا. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات.